السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. أهلا بكم في ملعب السينيور. قبل ما نبدأ حلقتنا نصلي على سيدنا محمد عليه أفضل الصلاة والسلام. وقبل بقى ما نبدأ الحلقة اشتراك ونفعل زر الجرس يصلكم كل جديد ولايكاتكم الجميلة. بسم الله الرحمن الرحيم. طبعا احنا شفنا النهاردة مهزلة 2-0 لبيراميدز على النادي الأهلي. دي كانت مهزلة كروية. اللي احنا شفناه ده عمرنا ما شفناه من سنين وما شفناهوش أصلا. يعني دي أسوأ بداية للدوري المصري في تاريخ النادي الأهلي. هو ده اللي أنا شايفه. يعني في تاريخ الدوري، في تاريخ الأهلي، دي أسوأ بداية أنا شفتها. الله أعلم بقى فيما بعد بقى الزمن التاني كان إيه بقى، الله أعلم. بس اللي أنا شفته، أنا أول مرة أشوف كده. دي كانت مهزلة كروية. لما يبقى معاك سكواد يعني ده ما هو ده قالوا ده ايه ده جيل ذهبي للاهلي. معاك اعلى سكواد، يعتبر اعلى سكواد في الدوري المصري، ويحصل المهزله دي. لا، لازم كابتن محمود الخطيب يوضع حد لل... للمهزله اللي بتحصل دي. اللعيبه مش واقفه على رجليها. يعني احنا لو دلوقتي بعدنا المدرب، طبعا المدرب احنا شفنا المدرب بيعمل ايه. شفنا مفيش تفكير، شفنا اللي هو بلع ده لا يصلح، مش للاهلي، لا يصلح للتدريب اصلا. انا ما اعرفش كان بيدرب ازاي قبل كده. ومفروض يعني نحاسب الناس اللي جابته، لان دوت اصلا لما يجي يدرب. فين الفكر ده؟ مفيش ولا فكر ولا في اي حاجه. احنا شفنا ايه؟ شفنا عشوائيه، شفنا ارتجال، شفنا حاجات كتيره جدا في الارض الملعب احنا مش عارفين نترجمها. ويعني واخر الحيله بتاعته انا محسسني ان هو ما عندوش لعيبه. هو كده في حيره. يجيب دوت مطرح ده، ينقل الاثنين مع بعض، يطلع تريزيجيه وينزل احمد رضا، يطلع محمد شريف. هو احنا كسبانين ولا ايه؟ بدل ما تفضل لاعب اتنين مهاجمين وتنزل مهاجمين، بتطلع لي مهاجم وتنزل خط نص وتنزل باك شمال. ايه ده غير الاخطاء الدفاعيه الكارثيه. يعني في كوره محمد هاني الكارتي برضه كان هيجيب جون، محمد هاني بيبص له كده. انت بتبص له على ايه يا محمد هاني؟ بتبص له على ايه؟ يعني نفسي اعرف بتبصوا على ايه. وبتعاتب بيكهام. انت ازاي ما طلعتش معاه؟ ما هو بتاعك انت قدامك. الجون التاني كوكا، انت بتعملوا ايه يا جدعان؟ وكمان العيش، يعني كمان العيش لما الكارت يكمل عليها الجون التاني، العيش بيعمل يقف بيتفرج عليها هو كمان. ايه ده يا جدعان؟ ده الدفاع الاهلي بقى شوربه، اي حد عايز يعدي هيعدي، اي حد عايز يعدي يعدي. ده جميل، الدنيا مفتوحه، فاتحين السداح مداح. نيجي بقى للقصه الهجوميه. ايه ده؟ مفيش ضغط يا جماعه، احنا مش عارفين نضغط قدام، وهم يضغطوا علينا الدنيا بحري. احنا قدام مش عارفين نضغط. الصفقات بتاعتنا تريزيجيه لحد دلوقتي ما جاش، لحد دلوقتي تريزيجيه ما جاش. مستحيل. لا، في ثغرات وفي مشاكل في الاهلي جامده جدا. اشرف بن شرقي سرحان خالص. فين اشرف بن شرقي يا جماعه؟ فين اللعب بتاع اشرف بن شرقي؟ لا، انا عمري ما شفت كده. محمد شريف مش قادر يأدي، جريديشار يستلم، مفيش اي خطوره يا جماعه. من بعد ما مشى وسام ابو علي واحنا مفيش مهاجم. احنا قعدنا سنين نفسنا في مهاجم، قعدنا سنين في النادي الاهلي نفسنا في مهاجم. لما جالنا وسام ابو علي قلنا يا وسام ابو علي جالنا وبتاع وكان مكسر الدنيا. جالك عرض فعايز تبيع وسام ابو علي. طب ماشي، انت بعته، فين اللي انت جبته؟ جاب محمد شريف مع جراديشار، جابه يعمل ايه؟ طب ازاي يعني؟ ازاي؟ يعني نستنى يناير لحد ما يخلص نص الدوري ونبقى واقعين خالص احنا كلنا عشان نجمد صفقة؟ امام عاشور عشان خاطر عنده اصابة الدنيا الفرقة وقعت. انا شايف كده. انا شايف امام عاشور بقى كان شايل الفرقة هو كمان. يعني وسام ابو علي وامام عاشور هم اللي كانوا شايلين الفرقة، مع كل النجوم اللي موجودة، مع كل السكواد اللي موجود معاك. يعني احنا قعدنا ندعم قدام، ما دعمناش خالص ورا. انت فين الباكات بتاعتك؟ انت لحد دلوقتي مش عارف تلعب باك شمال. لحد دلوقتي مفيش باك شمال. مشينا علي معلول عشان كبير. علي معلول لو كان بيلعب كان زمانه بيأدي، كان زمانه بيبقى عنده دم، عنده روح، كان بيأدي وكان هيعمل كل حاجه كان هيعملها. لحد دلوقتي ما عندكش باك شمال، ما عندكش باك يمين، اتنين مساكين.
على ما تفرج محدش بيعرف يطلع بالكرة صح. اخطاء ده مدافعين، اخطاء دفاعيه كارثه بقى. ايه ده؟ مش كده. يورتيتش النهارده اللي كانوا بيراميدز عايزه تمشيه عشان تجيب كوره وعايزين يتعاقدوا مع كذا مدرب، النهارده هيقعدوه بسبب الماتش اللي هو عمله قدام الاهلي. عنده دم وعنده مش عارف ايه وبتاع. بيراميدز النهارده لعبتنا باقل امكانيات. اقل امكانيات. عارفين يعني ايه اقل امكانيات؟ يعني عندهم اصلا هم بيلعبوا على الشيبي ما بيلعبش. رمضان صبحي متصاب. مصطفى محمد اهو نجم معاهم. مصطفى فتحي ولا ايه؟ نجم ما بيلعبش مصطفى فتحي. عندهم احمد مرعي المدافع ما بيلعبش. يعني كمان عندهم غيابات وعاملين كده. ماسكين كرة عليك، عاملين ضاغطين عليك، مش مريحينك. عاملين يضغطوا عليك يضغطوا عليك يضغطوا عليك. فين انا نفسي افهم. يعني اللعيبه تسيب المدرب. ريبيرو يا سيدي ما بيعرفش ومالوش فيها خالص. وودانا وخلاص ولبسنا. انتوا كلعيبه بتعملوا ايه؟ شفنا الجمهور. طبعا مش خلاص احنا اتخنقنا. الجمهور قاعد في المدرجات اتخنق. كل شويه يا عم خلي عندك دم، العب يا عم خلي عندك دم. اللعيبه ولا كأنها سامعه. اللي يحرق دمك اللعيبه ولا كأنها سامعه. مفيش روح خالص. خالص. واحنا عمرنا ما شفنا الاداء ده. عمرنا ما شفنا النادي الاهلي اي حد يلبس التيشيرت بتاعه ما بقاش عنده دم. ما بقاش بيجري وبيعمل كل حاجه عشان خاطر اخر دقيقه. مفيش الكلام ده. لعيبه عادي وعماله تغلط مش عارفين يستلموا وكرة عماله تطلع منهم، الكرة عاليه، ميس باص كتير. ايه ده؟ ايه العشوائيه دي كلها؟ ايه العشوائيه دي؟ لا مستحيل. انا ما شفتش ماتش زي ده. لا لازم يكون يتحط له حد. لازم يبقى في تفكير تاني. لازم ينزل عقوبات جامده على اللعيبه. زي ما هم كلهم فرحانين بالفلوس وكلها عايزه مرتبات عاليه وكلها بتنافس لا وعايزين اعلانات لا يخشوا. لازم يبقى في خصومات جامده. اللعيبه دي كلها تتعاقب. يحصل جلسه ويقعدوا مع اللعيبه دي كلها ويقعدوهم دكه. يشوفوا حد تاني يلعب. لما يحترموا تيشيرت النادي الاهلي اللي هو هيبقى تقيل على اي حد بيلعب فيه لازم يحترموه. احنا عايزين لعيبه رجاله تلعب بخشونه، تلعب رجل واحد. مش لعيبه نازله اتيكيت ونازله يتمنظروا ويلم وده كل واحد بيدور على نفسه. بطلوا حرق الدم بقى والعبوا شويه كوره بقى. مستنيين لحد فين؟ نقعد نخسر ونتعادل ونقعد في هزايم لحد ما ناخدش اي حاجه. واسمنا احنا اغلى فرقه وعاملين وعلى سكواد. كل ده فين؟ ده ما فيش اي حد يتوقع البدايه دي. هاتوا اي حد كده يقول لك النادي الاهلي بالسكواد بالاسامي اللي عندنا دي احنا هنعمل حاجه او يشوف النواتج دي محدش هيصدق. يقول لك فرقه مضججه بالنجوم. معاكوا نجوم ومعاكوا. فين الكلام ده؟ ده احنا فرقه عشوائيه والدنيا بايظه خالص. ما خدناش حاجه النهارده غير حرقه الدم وبس. حرقه دم وشكرا على كده. هيعملوا ايه بعد كده؟ ده كويس ان الدوري هيقف. يعني كويس اللي فيه توقف اهو للدوري عشان خاطر المنتخب هيلعب. دي بدايه حاجه كويسه جدا. بس في اجراءات لازم تتاخد. يعني انا شايف خوسيه ريفيرو. يعني خلاص الجماهير احنا كلنا ناشدنا كابتن محمود ان دوت ما ينفعش ده ياخد الجهاز بتاعه ويمشي على طول. ده ما ينفعش. ده ما ينفعش خالص للنادي الاهلي. النادي الاهلي كبير جدا عليه. عايزين مدرب بيفهم كوره، شخصيه كويسه، يعرف السكواد اللي معاه واللعيبه كلها اللي معاه دي يعرف يلعبهم صح. التمركز يبقى صح. يبنوا هجمه صح. نشوف جمل بتتلعب صح بدل اللي احنا بنشوفوه ده. مستحيل الصراحه. يا رب اكون افدتكم واستمتعتوا من اللقاء. معلش بقى الواحد زعلان ما بيضحكش. كلنا محروق دمنا. كلنا زعلانين على الاداء وعلى اللي بيحصل ده كله. وان شاء الله يبقى في تقدم باذن الله. كابتن محمود الخطيب بغرامات بان شاء الله اقاله ريبيرو بيقعد مع اللعيبه جلسه مع اللعيبه عشان خاطر اللعيبه لازم تفوق من اللي هي فيه. تعرف هي بتلعب مع مين وتلعب وشايله اسم النادي عشان خاطر تفوق بعد كده. وانتظروني في حلقة قادمة ان شاء الله وهتوحشوني.
السلام عليكم ورحمه الله وبركاته.